ميم وياء وسين وياء، ولا أريد أن أركب هذه الحروف وأنتم افهموها. حرف ميم والياء والسين وياء، لاعب رياضي مشهور كبير عظيم في نظر شبابنا، بينما لا يساوي قشرة بصل، وهو رجل كافر صهيوني إسرائيلي، أتى إلى إسرائيل وأعطاهم $1,000,000 لكي يقتلوا المسلمين في غزة وفي فلسطين عموما، ونحن نستقبله، وأسرة عربية تستضيفه في بيتها ودفعت له مليارات من أجل أن يأكل عندهم وجبة واحدة فقط، ومن أجل أن يتصور هو وأبناؤه مع ذلك اللاعب الرياضي، وهو الذي يقول بنفسه: لو أعلم أن العرب يقلدونني ويشجعونني لتركت الرياضة، أو كما قال عليه من الله ما يستحق. ونتساءل لماذا أمتنا هذه الأيام ضعيفة ومخذولة؟ لأننا قدمنا التحوت وتركنا الوعول. وقل رب زدني علما. وهكذا كان آباؤكم وهكذا كان أجدادكم بالعلم يا أهل العلم، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل العلم، فلماذا لا نرجع إلى ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا؟ أولا نعرف من نحن؟ أولا نعرف من نكون؟ اعرفوا من أنتم واعرفوا من تكونون، واقرأوا في تاريخ آبائكم وأجدادكم، وعودوا إلى ما كان عليه آباؤكم وأجدادكم.